هو احنا لحد امتى هنفضل نتعامل مع التعليم كأنه معمل تجارب على عيالنا؟ العيال بقت هلكانة، بتصحى الصبح تشيل شنطة وزنها وزن السنين وترجع آخر اليوم وهي مش فاهمة ربع كلمة، والمدرس نفسه مش فاهم منهج. أصل المنهج بيتغير كل يوم ويومين، وكل يوم قرار، وكل يوم تعديل، وكل يوم مفاجأة جديدة في البيت، وولي الأمر بقى شغال موظف ومدرس وطبيب نفسي ومحلل استراتيجي، وفي الآخر العيال تعيط من المناهج ومن المذاكرة، ووزير التربية والتعليم عايش في كوكب تاني. يا وزير التربية والتعليم، ما تقولش النظام تمام وسياسة التعليم تمام وانت مش حاسس بالمدرس اللي بيشرح، ولا بالتلميذ اللي بيحاول يفهم، ولا بالبيت اللي بيعمل ثورة كل يوم بسبب امتحان مفاجئ او امتحان اخر الشهر. ولو حضرتك واثق قوي في النظام العبقري وفي سياسة التعليم، ما عندي اقتراح يا وزير التربية والتعليم، ما تجيب عيالك اللي بره وعيال الحكومة اللي انت فيها وخليهم يجربوا نفس المناهج ونفس الفصول ونفس الزحمة ونفس الامتحانات، ووقتها تعال قول لنا رأيك في سياسة التعليم وفي نظام التعليم، مش من مكتب مكيف وانت قاعد فيه. ده مش تطوير يا وزير التربية والتعليم، ده عبث. العيال اتكسرت والمدارس اتخنقت والبيوت اتحولت لمراكز طوارئ، ووزير التربية والتعليم كل يوم بقرارات جديدة، جربوا ده، اعملوا ده، نغير ده. احنا عايزين تعليم طبيعي، تعليم يفهم طفل، تعليم يحترم عقل العيال، مش يحرق دم الأهالي يا وزير التربية والتعليم.